السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. احنا ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض تنكز الغلابة. تنكز الغلابة دي من فتافيت او بواقي الكيك بتاعتنا. احنا طبعا ما بنرميهاش، او كيكة اللي هي مثلا طلعت هبطانة منك او باظت منك او كده ومش هتاكليها او فاضلة بقالها فترة عندك، تشيليها في كيس في التلاجة وهنعمل بيها احلى وصفات. طبعا قبل ما نشوف المقادير وكمان نشوف طريقة التحضير، نصلي بينا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، ونشوف مع بعض المقادير. هي مفيش مقادير خالص يعني. احنا مقاديرنا طبعا الكيكة او الفتافيت بتاعة الكيكة هنطحنها كويس كده بايدينا. ومعايا طبعا علبة قشطة زي ما احنا شفنا. انا هنزل بعلبة القشطة بتاعتي دي، وايه هدمج كل الكلام ده مع بعض لغاية لما تبقى عاملة زي العجينة بالظبط. تمام كده. بس اهم حاجه ما تنسيش اللايك والشير للفيديو عشان كل جديد من يومياتي توصلك. شفتوا انا قلت لكم هتبقى عامله زي العجين ملساء كده، يعني تنفع تتفرد معانا بكل سهوله. طبعا دلوقتي انا هعمل ايه؟ انا هجيب كيس بلاستيك من كيس بتاع المطبخ، هفرده على الرخامه بتاعتي، وهحط الكيك بتاعي وهفرده بالنشابه. تمام كده. السمك بتاعه يكون رفيع. طبعا بقى هي سهله خالص مش صعبه. انا هفرده واوريها لك دلوقتي. شايفين انا فردت كده؟ طبعا انا سويته من الجوانب، وطبعا لازم تسويه من الجوانب يبقى يعني مربع او مستطيل كده، علشان خاطر يبقى شكل الرول بتاعنا او التونكس بتاعنا شكله يبقى جميل. تمام كده. انا دلوقتي شفنا احنا طبعا السمك. احنا ممكن بقى الحشوة دي اختياري، ممكن نحشيها شوكليت، ممكن نحشيها كريم شانتيه، الكلام ده كله. انا ما كانش عندي بصراحة كريم شانتيه، انا كان عندي شوكليت. سيحتها. وطبعا سيحتها ازاي؟ حطيت عليهم شوية لبن صغيرين ومعلقتين من الزيت، وعملت لها ايه زي يعني خليت اللبن والزيت غلي وحطيت الشوكولات عليها ودوبتها. تمام كده. لو انت حابه بقى تحشيها كريم شانتيه تمام، بس انا عايزاها بصراحه كلها كده شوكولاته. تمام. وكمان زي ما قلت لكم في الاول ان انا ما عنديش اصلا كريم شانتيه، فيعني بصي ما تخليش حاجه توقفك. انا هفردها طبعا وهلفها زي ما احنا هنشوف دلوقتي مع بعض. انا كده فردت الشوكليت كلها. ممكن بقى تحط لها مكسرات، ممكن ما تحطيش زي ما انا مش هحط دلوقتي. وهلفها ممكن تلفيها كلفة كاملة زي ما هلفها. ممكن تلف الرول ده على 2. ازاي على 2؟ يعني ممكن هلف لفتين واروح قطعة بالسكينة، بس انا هلفه لفة كاملة. تمام كده. هلف بصي بكل سهولة بالكيس اهو، زي ما احنا شايفين كده لفة والتانية وكذلك. تمام كده. وطبعا بقى بعد ما الفها كلها زي ما احنا هنشوف دلوقتي انا ادخلها الفريزر طبعا. اللفه سهله خالص، ما فيهاش اي حاجه صعبه. انا لفيتها طبعا بالكيس بتاعي. هدخلها بقى دلوقتي الفريزر، وبعد طبعا ساعه او ساعتين كده هطلعها من الفريزر عشان خاطر احط عليها الشوكولاته بتاعتي. تمام كده. طبعا بعد ما اتمسكت بقى خالص، انا دلوقتي هنزل عليها بالشوكولاته بتاعتي، هجلسها كلها وهرجع احطها في الفريزر كمان مره علشان بس تشد كده. تمام. وبعدين بقى هنقطعها التقطيعة اللي تناسبك. ممكن تقطعيها زي التقطيعة اللي انا هقطعها دلوقتي، ممكن تقطعيها تقطيعة كبيرة صغيرة، ده اختياري. شايفين ما شاء الله لا قوة الا بالله، شكلها يتكلم عن نفسه ويفتح النفس. انا طبعا بقى حبيت اكسر لون الشوكولاتة بشوية جوز هند كده جميلة، ومش عايزة اقول لكم بقى طعمها ما شاء الله لا قوة الا بالله. عايزاكم تجربوها وتقولوا لي في الكومنتات، وان شاء الله يا رب تعجبكم واكون عند حسن ظنكم. وان شاء الله هنعمل وصفات كتيرة كتيرة. واستنوني طبعا في يوميات دودو جديدة. ومع السلامة في يوميات دودو جديدة.